قبل ما تختار مسارك في البكالوريا اكيد انت هتسأل السؤال المتعارف عليه، هو ايه المسار السهل علشان اخلص من السنتين دول؟ تعالى بقى اقول لك السؤال ده غلط ليه. هما ايه اصلا المسارات الاربعه؟ عندك طب وعلوم حياه، او هندسه وعلوم حاسب، او مسار الاعمال، او اداب وفنون. وفي الغالب الناس بتختار بطريقه غلط، يا اما بتقول هو ايه اسهل مسار وهدخله خلاص، او هم اصحابي داخلين ايه المسار ده، طب انا هدخل معاهم اكيد هم عارفين اكتر مني. طبعا ده كارثه. الطريقه الصح ان انت تبدا من الاخر، يعني بعد 3 سنين عاوز تشوف نفسك فين، عاوز تشوف نفسك بتدرس اي كليه، عاوز تشوف نفسك بتدرس اي مجال، وبناء عليه روح شوف المسار اللي هيأهلك للكليه دي. وصدقني المسار ده هيبقى اسهل مسار بالنسبه لك، لان هو ده اللي انت عاوز تدرسه، هو ده اللي انت حابه. ولو اجابتك ليها علاقه بالتكنولوجيا، بالحاسبات، بالذكاء الاصطناعي، باي شغل فريلانسنج ليه علاقه بالتك، فاكيد المسار بتاع الهندسه وعلوم الحاسب هو اللي مستنيك، واكيد ماده البرمجه كمان هي اللي مستنياك. فالقرار ده مش سهل، محتاج تقعد قاعده مع نفسك، محتاج تقعد قاعده مع اهلك وتبداوا تفكروا في الموضوع ده بهدوء لحد ما توصلوا للقرار المناسب. ولو محتاج مني انا اي مساعده ممكن تسيب لي سؤالك في كومنت وانا هرد عليك. سلام.